يا صباح الخير والهنا والسعادة حبايب قلبي، كل سنة وانتوا طيبين. ده أول فيديو بعد العيد أنا عملته، فحبيت طبعا أعمل لكم تغيير كده. كله منزل لكم لحوم، فأنا هنزل لكم أكل السمك كده في قلبك يا صديقتي منك ليها. حط اللايك والاشتراك وصلي على النبي، وتعالي يلا بينا أعمل لك حتة الصينية. والله يوم ما أكلتها كأني ليا سنة ما أكلت السمك. يعني احنا على طول بنجيب السمك، بس المرة دي عملتها بطريقة حلوة جدا هتعجبك. جبت 2 كيلو من السمك البلطي، وده طازة ما شاء الله عليه. طبعا انا غسيل السمك انا بحب اعمله في البيت، وبرضه في مرة هبقى انزلكم غسيل السمك على بعضيه مرة واحدة. جبت طبعا بصلاية مع طماطميتين مع بهارات كمون فلفل، كمون كزبرة، السبع بهارات. او ما عندك السبع بهارات، بهارات في بهارات سمك عند اي عطار، وانا اللي حطيته ده بهارات سمك. بصراحة انا بجيب لكل حاجة حاجتي، وملح. وطبعا عشان انا بحبها سبايسي، دي الشطة دي اكيد يا جماعة. فانا ضربتهم على الكبة ضربة حلوة محترمة زي ما انتم شايفين. واوعوا تنسوا التوم، معلقتين توم حلوين كده، وضربتهم كلهم في الكبة. وكنت مقطعة نص كيلو من البصل على نص كيلو من البطاطس حلقات زي ما انتوا شايفين، مع ذرة من الزيت، مع ملح، مع فلفل أسمر، وركنتهم على جنب. طبعا السمك انا بعمل بدل ما تحشي توم بس انا حاشيه الخلطه دي بالسمك يعني. اللي انا ضربته بالكبه حشيت فيه قلب السمك. ليه يما انا انت محطش طماطم؟ انا ممنوع طماطم خالص. هتشوفوا دلوقتي ولا ميه ولا اي حاجه، هتشوفوا السمك هيطلع ازاي معاكم بالطريقه دي. تحفه جميل. بالله عليكي ما تنسي اللايك والاشتراك، اختي منك ليها. حطينا طبعا انا كنت عامله صينيتين كده، عشان ما شاء الله عشان السمكه كبيره عملت لها يعني عملت صينيتين. بصوا الخلطه حشيته زي ما انتم شايفين، وكنت مشرحه السمك والخلطه منها فيها. حطيت الصينيه من تحت بطاطس والبصل، ومن فوق السمك، زي ما انتم شايفين كده الخلطه بالسمك. وطبعا انت تحطيها في الفرن معاكي من ساعه لساعه الا ربع في الفرن بتاعة البوتاجاز، وتغطيها بورق سلوفان. هتغيب معاكي ساعة إلا ساعة إلا ربع، وتحطيها بعد ما تغلي معاكي من تحت تحطيها على الشبكة من فوق. ما شاء الله عليها طلعت تحفة. عايزين نعمل تغيير بقى، مش كل حاجة سمك سمك. وربنا يقدرنا يا رب ويكرمنا ونعمل كل حاجة حلوة ببيتنا ويباركلنا. وكانت الفترة اللي فاتت كانت عندنا طبعا ضيوف، فكنا تعبانين جدا من اللحمة بصراحة، فحبيت أغير. والاكله دي جميله وكلنا بنحبها. تعال بقى يلا بينا نعمل ايه. حبه رز مفلفلين، بس رز ابيض، لا معجنه ولا اي حاجه. الخطوه الوحيده اللي هتعملها في الرز الابيض شويه الزيت كده، بس تخليهم يقدحوا كده قدحه حلوه محترمه كده على النار، وتروحي ضايفه عليها طبعا المقدار بتاعكم في الميه زي ما انتوا شايفين. حطيت ايه يا ام هنا في الميه؟ حطيت يا دوب ملح، معلقه ملح متبل مع كمون بس. وحطيت فيفوزيه واحده. حطيتها وغطيتها، وبعد كده قعدوا يغلوا، قلبتهم وهكذا يا جماعه. مفيش حاجه غريبه. حب السلطه بلدي كده حلوين، برضو مظبطين حلوين من ايد ام هنا. دي كان غدانا النهاردة، والسمك بتاعنا طلع ما شاء الله، الله أكبر عليه ما شاء الله، يفرح. والله كان طعمه تحفة جميل جمال. والبطاطس دي كانت عسل هي والبصل، ما تحطوش ليها أي مية. معلش يا جماعة مش قادرة أطول معاكم عشان النهاردة أنا تعبانة جدا. ادعولنا بالشفاء. وده كان الرز بتاعنا طبعا، والليمون ما شاء الله عليه. وربنا يحسن ما بين أيدينا وأيديكم حبايبي. تنسوش اللايك والاشتراك في رعاية الله وحفظه. بوريكم أنا دلوقتي إيه الرز إن هو مفلفل مش معجن، ما شاء الله عليه الرز الأبيض. تسلم أيدينا في رعاية الله وحفظه. مع السلامة حبايبي.